يعني يمكن اي واحد يفهم ايه مدى فعاليه الدبابه السناتوريال دي كان ممكن يكش 100 مره. انا ما بصيتلهاش، انا بصيت عليا واجب وفي موقف اعمل فيه ايه؟ فخدت القرار وكلنا خدنا هذا القرار. انا وزميل ليا ربنا يديله الصحه اسمه مصطفى عشوب، وزميل اخر اسمه عبد المسيح مرقص. يعني انا حتى بقول لعبد المسيح، بقول له عبد المسيح احنا عندنا بنقرا الفاتحه، شوف انت هتقرا ايه؟ انا هقرا الفاتحه كمان معاك. شوف قد يعني الروح اللي كانت موجوده. احنا كنا منظمين الخدمه في المحافظه، يعني عاملين مغازل وعاملين اكياس رمل وعاملين، يعني ما جيناش كده هبهزرد، لان قبلها كتير كان يحصل ضرب بيننا وبينهم. كان عندي حوالي 800 عسكري، نصهم بالخرزان والنص الثاني باللي انفيلد، وكان في حته ثانيه اسمها المستوصف كان فيها مصطفى عشوب، كان فيها حوالي 400 عسكري. كده خدنا ورتبنا العساكر وادينا الذخيره وفكنا الصناديق. كل واحد وزع خد مكان، يعني كل واحد فينا خد مكان، ورا طوبه ورا حيطه ورا اي حاجه فوق السطح. انا من واحد ما كنت قاعد انا بالاسم في حيطه كبيره كده بين البنيانه، مبنى كده جنبها، كنت قاعد وراها الجنديه بتاعتي. My name is Walter Bentham and I was a member of the Lancashire Fusiliers who took part in the action in Ismailia 25th of January 1952. So because of the actions that had happened before with what we would then call terrorists firing on our positions and blowing things up, then it was decided to take the weapons off them. My platoon was positioned around the coracle in our Bren gun carriers, covering the approaches and ready to take on any police that tried to escape. وبعد 5 دقائق فعلا ابتدى الضرب. حصل الاعتداء بقى ونحن بقد الاسم، واخد بال سيادتك؟ الضرب اشتغل من كل حاجه، وبقى يضربوا هم بقى يعني بقوا شيشات، واحنا بقى بالسلاح بتاعنا يعني حاجه مش معقوله يعني بجد مصر. انا يعني معايا بندقيه الفنت، والله لو كان في اليوم ده انا معايا رشاش زي اللي كان جوه الدبابه ده وكنا 3 وكنا خلونا مخلوق اللي بيهتم مني. ويمكن القتلى اللي قتلوا الجيش الانجليزي اللي كان بيرفع راسه بس، لانه كلهم في البات وقتل منهم عدد كبير، يعني مش مننا احنا بس، قتل من اركان حرب بتاعه اللي كانوا واقفين. حطوا بطلع ببندقيه ويديها قدام وانشن واضرب وكده، يعني كان منظر يعني كان حلو قوي. بعد يمكن حوالي ساعه او ساعه ونص استشهد اول عسكري عندنا، وتوالد بقى احنا نضرب وهم يضربوا. فجاء عندي يعني قتل كتره والجرحى، يعني لما واحد بياخد دفعه برين في ايده ولا في رجله بتطير ايده او رجله. فطلعت اطلب الاسعاف يوقف الضرب، لما اطلع يروح مشاور يوقف الضرب. سلم اهو لا مش عاوز اسلم، عاوز ايه الاسعاف؟ لا ما فيش اسعاف. اقول له كان اكسهام بيهددوا يقولوا عشان نسلم وبتاع، انه انهم لن تتسلمون الا جثثا كامله. العسكري المجند من هنا اللي كان فوق الشجره ضرب الدبابه كان فيها ذخيره، محمل ذخيره، ضرب طلع في الدبابه في الباب فرجوه. طلعت الدبابه بالبندقيه الفنت فنقع الدبابه. ضربت السواق بتاع الدبابه في ودني، راحت الدبابه داخله ليش؟ كلمني فؤاد صلاح الدين، كان وزير داخليه، وقال لي انت مين؟ قلت له انا مصطفى رفعت. قال لي ايه اللي عندكم؟ قلت له اسمع، الضربه بقى والمدافع والقذاب وبتاع. طب هتعملوا ايه؟ قلت له والله احنا كلنا لن نغادر هذا المكان الا جثثا هامده. بعد ما خرجت انا جت قنبله طورت، عملت التليفون بالسويتش اللي فيه. هل يمكن كانت بتشجعنا اكتر، لان احنا واحنا يعني محاصرين بالدبابات في الاسماعيليه
كانوا بينطوا الاهالي ويجيبوا لنا الذخيره، وفي ناس قتلوا هم بينطوا السور بتاع المحافظه. وقلنا احنا بنساعدهم ونديهم الذخيره ونحاول نوقف القوات بتاعتهم اللي بترجع، لدرجه ان هم جابوا سنتريون وهدوا البلد ودخلوا على البوليس بالسنتريون، ولا السنتريون ما كانوش يقدروا ينتصروا على البوليس ابدا وعلى الاهالي. والاهالي والفدائيين كانوا بيساعدونا ينولوا لنا ذخيره، وكنا يعني مستمرين في معركه جسيمه. كان في معركه جسيمه بيننا وبين الناس دي، وكنا بنولنا الطرع منهم. طرق اسماعيليه لما شافوها وطلعوا منها قوات بريطانيه. لدرجه ان المنتهى الذخيره يقول لك رفضوا العساكر يخرجوا، يقول لك لا بيتحرق هنا. نروح بيتنا ازاي ونقابل نسواننا ازاي؟ خاف من ايه بقى؟ واحد اشتغل لي بيته، واحد بيته اشتغل لي بيته، واحد الاسم ده مش بيته، واحد حسن الاسم حسن لي بيته برضه. لحد يعني احنا من 6 انتهت الذخيره بتاعتنا حوالي 5:30 6 مساء. اتحرقت بقى المحافظه لان كانت معموله خشب، لان هو كان قصر من قصور الخليج. وابتدت الحريقه بقى الميه تيجي على الجروح بتاعت العساكر، والعساكر طبعا بتكوي. فانا جيت في الاخر خرجت، وما فيش بقى العساكر قاعدين الله ما فيش ذخيره، والخروج مش عاوزين يخرجوا. قال له لا نموت هنا، مش هنسلم الا لما نسلمكم لسه سنده. راحوا جابوا قوه ثانيه وقعدوا يضربوا فينا بقى. فانا اقنعتهم ان احنا لسه في معارك ثانيه جايه، مره واثنين وثلاثه لحد ما ياخدوا بعضهم يتوكلوا على الله. وده اللي حصل فعلا. وانا خارج بقى عيني على اكسام على طول كده، لقيت راجل كبير بيعظم. وقفت وعظمت رتبه كبيره، يعني التحيه بتحيه، وقال لي طلباتك كلها اللي انت عاوزها. يعني خرجنا الخروج يعني مشرف طابور مظبوط، والعساكر حيت العساكر الانجليز حيت الطابور بتاعنا وهنا خارجين بالبروجي يعني كان حاجه، يعني الواحد حس انه كبر بقى، يعني جبل.